الأهلي يفصل التيار الكهربائي عن كهرباء إسماعيلية بعد الفوز 4-2 في مباراة كانت راحة لسكة تانية خالص. يعني في مباراة كانت راحة لسكة تانية خالص. الأهلي يتقدم بثلاث أهداف، وبعدين اللعيبة استرخت وتراجعت واستهترت، وكل حاجة عملوها بعد الجون التالت ما دخل. نتيجة من كده، نتيجة ده دخل في الأهلي جولين من تمركز دفاعي غلط، واحدة من كورنر واحدة من كورنر، والتانية من هجمة يعتبر هجمة مرتدة. مفيش تمركز صح من اللعيبة مع الأسف الشديد. وبعدين الأهلي بيجيب الهدف الرابع. الهدف الأول من تقريبا نفس عدد الباصات في ماتش الزمالك، تقريبا برضو 18 باصة بدأت من ورا لغاية قدام، عكس ماتش الزمالك. ماتش الزمالك الكرة أصلا كانت مقطوعة، كانت في نص الملعب، لكن الهدف الأولاني الكل الهجمة من ورا أصلا، من ساعة ما اتقطعت من ورا من ياسين مرعي لغاية ما طلعت قدام، لغاية حسين الشحات، لغاية محمد هاني بالأوفر اللي على الأرض أو الباصة اللي على الأرض، والهدف الأولاني بتاع أحمد كوكا. المشكلة بقى إن بعد ما نزل وفي آخر الماتش كرة أختها بتيجي لمحمد مجدي قفشة اللي مش في مستواه خالص، بتضيع. حتى لو كانت اوفسايد، يعني هي اتحسبت اوفسايد، بس حتى لو اوفسايد الكره دي زي دي هي اختي دي بالظبط، اختها. يعني كوكا بيدخلها وقفشه بيضيعها. وهدف تاني بصراحه من رأسيه رائعه رائعه لمرعي، يعني حاططها ولا اللي حاططها بايديه ولا اللي كانه بيلعب اوت، بمنتهى الصراحه. هدف تالت انت عامل فيه كل حاجه، مباصي وواصل الكوره واوفر، وكوره جايه لمحمد شريف بالشمال من غير، مش محتاجه حاجه طق في ثواني. الهدف الثالث بعدين تمركز خاطئ من محمد هاني لهدف كهرباء اسماعيليه الاولاني. انت الوحيد يا محمد هاني اللي شايف المهاجم، انت الوحيد اللي شايفه، ورحت معاه وبرده يعني انت ماشي معاه من قبل خط 18 بحوالي بتاع 5-6 ياردات، وماشي معاه مفيش ضغط، انت بتحلق بس لغايه ما رفع الاوفر، ويا دوب بس الكوره برده معديه من جنب رجلك، اللي هو انت بتحلق يا محمد هاني ومش عاوز تضغط. انت مش عاوز تضغط، غلطتك وغلطه دفاعيه بحته منك. ولكن الاهلي كان فايز هدف، ولكن كره تانية من كورنر انت برده بتشتتها وما ضغطتش. يعني لعبت الكوره وما ضغطتش، وتشاط ديانج بيضغط، وانت بتضغط بتقع في الارض، وانت بدأ يعني عايز تترمي على الكوره، بس بتترمي على الارض والكوره اصلا ملعوبه لفوق. هدف تاني وبيرجع بن شرقي في اول اهدافه مع الاهلي من فاول، والفاول دوت هياخد احسن هدف في الاسبوع دوت من دلوقتي. احسن هدف هيتاخد في الاسبوع ده هو الهدف ده بتاع بن شرقي من الكره الفاول. في حاجه في الاهلي، التوليفه بتاعت بن شرقي وزيزو وقفشه مش مظبوطه، التلاته مفيش كيمياء بينهم بمنتهى الصراحه. والاهلي طبعا خسر حسين الشحات من شد في الخلفيه، والحمد لله وربنا يستر بس ما يبقاش مزق ويبقى الشد خفيف، والتوقف كده جاي، توقف الدولي جاي، فيرجع على الماتش الجاي، ماتش الاتحاد. فالتوليفه بتاعت المهاجمين الاهلي بتاعت بن شرقي وزيزو وقفشه، التلاته مش ماشيين مع بعض، التلاته فيهم حاجه غلط، التلاته كميتهم مش مظبوطه، مش عارف ايه الدنيا، مش عارف سببها ايه. ولكن يا ترى عشان قفشه ما بيلعبش كتير معاهم، ولا علشان خاطر هم كل واحد يعتبر لعبه شبه التاني شويه، فيهم سنه، فيها سنه انانيه، التلاته فيهم سنه انانيه جامد. هل قله اللعب مع بعض هو ده السبب، ولا انانيتهم مع بعض هو ده السبب؟ مش عارف، ومش هتبان دلوقتي غير قدام. ولكن الكيمياء بين التلاته دول مش موجوده، مش مظبوطه. في حاجه معرفش عماد النحاس واخد باله منها هو الجهاز الفني ولا لا. التلاته دول ما يلعبوش مع بعض غير لما بيبقى في حاجه مشكله للاهلي في خط الهجوم، بمنتهى الصراحه، ومش اول ماتش.
النقطه الثانيه، ديانج نازل الشوط، بعد ما نزل في كوره طالعه ضربه مرمى للاهلي، انت يا ديانج حيتها للمهاجم وسبته كان هيدخل جول لولا ان الشناوي طلعها كورنر. انت نازل مش مركز، مش عارف في حاجه غلط. اما بتخش جوه ال 18 بتبقى ليك كوارث بمنتهى الصراحه. انت بعيد عن ال 18 وقبل كده ضربه جزاء في ماتش والنهارده الكره دي انت جوه منطقه الجزاء مش عارف، بيحصل لك شبه عدم تركيز، بتبقى في مشاكل معاك جوه منطقه جوه منطقه 18 بتاعت النادي الاهلي. فحلك من رايي ومن وجهه نظر انا انك ما تخش المنطقه دي، مالكش في الدفاع في الحته دي خالص، اقسم بالله ماليك في الدفاع في الحته دي خالص. انت مش مركز فيها، مش عارف ليه. بره ال 18 عالمي، برضو عملت نفس الكرة كنت عايز تعملها النهارده وما عرفتش، ما كملتش معاك بس جبت فاول. لكن جوه منطقه 18 بتاعه الاهلي لا، في غلطات بتعملها وحاجات غريبه، قله تركيز، مش عارف بمنتهى الصراحه. برضو كوكا النهارده خد رجل المباراه. الجول الاولاني ان هو يبقى موجود في المنطقه دي جوه ال 18 في الحته دي مش الناحيه الشمال، دي حاجه غريبه. النهارده ماتش فعلا حلو ومكانه زي ما بقول في المكان ده شيء غريب، ولكن الحمد لله زي لسه بقول ان قفشه جات له نفس الكوره حتى لو كانت اوفسايد وما دخلهاش. في النهايه الاهلي زي ما قال سيد عبد الحفيظ بعد ماتش الزمالك ان الماتش ده اصعب، وفعلا الماتش ده اصعب. كان هيروح في تركايه صغيره من 3-0 ل 3-2، الماتش كان هيروح. والاهلي بيصل لقمه الدوري. الزملكاويه والجهابزه الزملكاويه والاعلام الزملكاوي بعد ماتش الاهلي محدش يكلمني انا لسه متصدر، ومحدش يتكلم انا لسه اول الدوري. طيب النهارده تعادلت مع غزل المحله، وكنت بتتريق مع الاهلي عشان اتعادل برضو مع غزل المحله، اديك برضو تعادلت مع غزل المحله وكنت فايز 1-0، وكان هيتعمل عليك ريمونتادا، يعني كان هيتعمل عليك ريمونتادا برضو. كوره اتلعبت بالعرض، ومع الاسف الشديد ان المهاجم بتاع الغزل رجليه وصلت متاخر بعد ما الكوره كانت عدته، ولاعيبه الزمالك واقفين سواء في اللاعب اللي كان بيجري من ناحيه اليمين ومعرض الكوره، ولا حتى مع اللعيب اللي كان عامل فولو على الكوره. انتوا كنتوا بتفكروا في ان الدوري هيسرق، المركز الاول هيتسرق منكم، وفعلا اتسرق منكم خلاص. اعلام الزمالك خف شويه وبص بواقعيه للواقع بتاعك، بص للواقع اللي انت فيه. بجد اقسم بالله انا مش فاهم انتوا ازاي كنت، سواء فيكم اللي كان متحدث رسمي او فيكم اللي كان مدرب او فيكم اللي كان او فيكم اللي صحفي او الليله كلها، يعني حتى مقدمين البرامج الزملكاويه كانوا بيقولوا على صفحاتهم برضو الدوري لسه واحنا الاوائل بعد الهزيمه من الاهلي. النهارده هو بقيت الثالث، سواء بقى الاهلي الاول او المصري الاول، انت بقيت الثالث. في النهايه الاهلي بيفوز 4-2 على كهرباء اسماعيليه، وزي ما قلت حظ سيء لحسين الشحات بالاصابه اللي جات له، ولكن التوقف الدولي وفتره التوقف الدولي مفروض ان هو يرجع ساعتها او يرجع بعديها على طول مع ماتش الاهلي الجاي اللي هو هيبقى ان شاء الله بعد التوقف، مفروض ان هو بتاع الاتحاد السكندري. الف مبروك للاهلي، يا رب شويه تركيز بس في الماتشات الجايه كلها. لسه عندنا كمان ماتش افريقيا الاولاني، بدايه المعمعه الافريقيه وبدايه البطوله اللي مع الاسف الشديد كانت اسهل نسخه فيها السنه اللي فاتت، ولكن قدر الله ما شاء فعل. مره تانية مبروك الاهلي وجماهيره، وهارد لك لفرقه كهرباء اسماعيليه اللي هي بجد بصراحه في ماتشات كتيره عملتها كويس، منها ماتش النهارده، ولكن خبره الاهلي فرقت كتير.
وهارد لك لرضا شحاته، لانه بجد بيثبت كل مره انه مدرب كويس ماشي مع الكهرباء بجد باسلوب كويس، وعمل ماتشات ونتائج هايله، وبيجي في الاخر في ماتشات اتسرقت منه في اخر 10 دقايق، بالرغم ان الاداء بيبقى جميل بمنتهى الصراحه. هارد لك ليهم، وهارد لك لراس اسماعيليه. الف مبروك مره ثانيه الاهلي وجماهيره، وتصبحوا على خير يا اهلاويه.